مدرب لياقة بدنية، عملت مع المنتخب الأولمبي، أيضا أستاذ مساعد في كلية التربية البدنية. احنا لو نشوف يعني النتائج مال الفئات العمرية اغلبها نتائج ايجابية. نعم. لكنه بكل دول العالم الفئات العمرية ما ياخذون على النتائج، نعم. ياخذون على الاداء. يركزون دائما على الاداء، حتى التخطيط الطويل الامد من يوصل منتخب وطني هو يوصل الجانب البدني المهاري النفسي، لاعب متكامل. انت شنو الهدف؟ انه تحقق انجازات بالفئات العمريه. نعم. ومن يوصلون للمنتخب الوطني من يلعب ويا اللاعب الرديف له ما يجي بنفس مستواه. يعني ماكو فائده من يعني الانجازات. من يلعب ويا قرانه يتفوق عليه بالضبط، لكن من يلعب ويا الفريق الاول تشاهد بون او اكو فارق زمني. نعم. اكو يعني عمر زمني وعمر وظيفي، اكو اختلافات تصير. صارت عندنا انجازات يعني. نعم. حتى واحد لا ينكر، عندنا بنيه اسمها فاطمه اعتقد بالقوس والسهم، يعني انجاز واحد يفتخر به. صح. القوه الجويه حققوا انجاز ممتاز جدا وصحيح. كره الصالات انجازهم لا باس به، وبدايه يعني بدايه الخطوه ناجحه. لكنه احنا شوف احنا ادي يعني من انتهى استاذ عدنان استاذ هشام واستاذ سعد، انه اكو مقوله دائما يقول لك لا توجد دول متخلفه، توجد ادارات متخلفه. نعم. يعني هسه احنا المتتبعين بالخليج ومتتبعين بالدول العربيه واجنبيه، يعني انا صدقني اكو بعض يتصلون بي، اكو مدربين المغرب العربي مصر اكو يتصلون بي، يعني يتوقعون انه احنا ما عندنا كفاءات او بسيطين. احنا المشكله الادارات تصير ادارات دخيله بكل الالعاب، انعدام التخطيط طويل الامد والقصير. لما انت من تخطط، انا دائما اذكرها، انت من تخطط مناهج او تخطط الى تطوير لازم تفكر انت بعد 10 سنوات المستوى اللي يوصل له اللاعب بعد 10 سنوات، تبدي تخطط مناهجك على المستوى اللي بعد 10 سنوات يوصل له. انت مو تسوي مثل قال استاذ عدنان واستاذ هشام يصير تخطيط آني. نعم. يعني مو تخطيط مرحلي. وبعدين بدنا نشوف. اذا هذا حل ترقيعي او يعني تخطيط لمدى قصير. اي. وبعدين خليني اقول لك شغله، يعني انعدام الاهتمام بالكفاءات. عندنا كفاءات احنا وعندنا امكانيات. وبعدين انا لاحظت فد شيء، يعني اعتقد يعني هو يخص جانب كرة قدم. يعني ماكو ناس اختصاص دقيق كرة القدم يتابعون عملية تطوير كرة القدم والمناهج التدريبية للمنتخبات الوطنية. نعم. اكو فرق بين منهاج تدريبي واكو تخطيط. نعم. فاللجنة الفنية ولجنة المنتخبات اكو تقصير بهذا الشيء. بعدين دا يشوف هذا كله دا ينعكس، خلينا نجي لكرة القدم كله دا يجي على منتخب الوطني.